مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو سأريكم بعض المؤشرات لمعرفة السوق حول شراء أو بيع الذهب الجولد. من بين هذه المؤشرات سأريكم طريقة معرفة الأخبار ستجدونها دائما هنا، تقومون بتصغير الشاشة هكذا. بعد ذلك ستجد هذه مثل هذه الحمراء أو مثل هذه العلامات. هناك خطابات وهناك تأثير. إذا كان التأثير بثلاثة أشرطة صفراء فتأثير ليس قويا، يعني تأثير خفيف. أما التأثير القوي هو عندما يكون هناك عندما تكون ثلاثة أشرطة حمراء. سننظر إلى هنا التأثير قوي جدا، يعني المستوى الفعلي 2.8، المتوقع 2.8، والسابق 2.8%. هنا هذه هي معرفة الأخبار. فقط تقوم بالتصغير هكذا الشاشة، بعد ذلك تذهب. حاليا السوق مغلقة في الذهب هكذا، تقوم بالتحريك حتى تجد هذه الأخبار. هناك الأخبار لها وقتها الثابت، يعني تكون أخبار مختلفة وتأثيرها مختلف. سنذهب إلى الآن السوق. السوق متوقف بالنسبة للذهب. سنذهب إلى عملة البيتكوين. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا السوق يشتغل بشكل جيد هكذا. ستجدون سأقوم بالتصغير لنرى هل هناك أخبار. ليست هناك أي أخبار في البيتكوين. بالنسبة هنا ستجدون النسبة المئوية بالنسبة للبيع والشراء. بالنسبة للبيع 41%، وهنا بالنسبة للشراء 59%. أما بالنسبة هنا ستجد 46.47، يعني هنا الحيز، يعني ما بين البيع والشراء. يعني هنا يكون مثال ما بين البيع والشراء. إذا حسبتم هنا 68,029، وهنا في الأعلى 68,084. هذاك هو الفرق، يعني 48.97. هذا هو الفرق بين البيع والشراء، يعني بين الخط الأحمر والخط الأزرق. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، وستجدون رابط التسجيل وهناك فيديوهات شرحتها في القناة. طريقة التسجيل في بروكر إكس نيكس الرائع، مع الشرح العديد من الأشياء الموجودة في القناة. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم.